كتابك في النظام يقول هكذا لتأمين طالب العلم ما يحتاج، لأنك ما أتيت هنا إلا تطلب العلم، ما أتيت يعني شيء آخر، لكن النظام يقول هكذا كتابك في الحقيقة مغلقة. وإذا بدأ الامتحان تنظر في ورقتك، أول ما تبدأ به تكتب اسمك كامل، اسمك واسم أبيك، لازم تكتب اسم أبيك. بعض الطلاب يكتب إيفان وبس، ويكتب محمد، لا اكتب اسم أبيك، هذا حق. لماذا؟ لأنك لا تكون إلا إذا كان أبوك ماذا؟ موجود. صح ولا لا؟ صحيح. تقول أنا اسمي علي بن عطية ابن عيسى الزغاني البيضاني. ما يقول اسمه إيفان. طيب أين أبوك؟ ولم يكن أبوك لم تأتي. اكتب اسم أبوك. اكتب اسمك الاولاني، الاسم الاولاني، لان في اوراق ترتيب لا اسم نظام ولا اسم لا درجه، لكن نحن عاد نرحل ونروح نبحث عنه ونحاول نعرف ليش، نعرف من هو بالخط. لكن انت لازم تكتب اسمك. لا ولا في حرف هذا الفصل لا يستغنى عن شيء. اقفل هذه حتى لا يذهب من الخير، حتى لا يذهب هذا. يعني الافضل تكتب الكلمه، لا تعمل هكذا. نحن نريد تتعلم حتى من الاختبار، اكتب الكلمه امام الكلمه، لان حتى لا تعمل هكذا لانك لن تفهم. اكتب الكلمه امام الكلمه. انا قلت لك حتى في السؤال قلت لك ضع أمام كل كلمة من كلمات القائمة ألف مرادفها من القائمة باء. ماذا تفهم؟ يعني تضع الكلمة، ما قلت صل، لو قلت صل تأتي، لكن قلت ضع، خذ الكلمة وضعها. فهم؟ ماذا تريد؟ أخرج كذا واكتب، ما في مشكلة. اكتب عليك. جنب أنا سوف فوق الخط. اكتب فوق الخط. أنا سوف أبحث عن الإجابة ولو كانت
طالب العلم الجيد يحضر أدوات الامتحان كاملة من بيته: مرسم، الراية، غاطش، مزيد، يحضرها دائما وهي رخيصة لا تتعدى 5000. ونحن نأكل ونشرب الكثير أموال كثيرة، لكن هذا الاهتمام. نعم. شكرا. عاطي. هل فهمت ما أقول؟ إذا في خطأ ما في داعي للمزيد، ممكن تحط هكذا وتكتب الصحيح بعد.